اللي حاصل هنا في السقف ده مختلف تماما عن اللي كنت وريته لكم في السقف في الفيلا الثانيه اللي استلمناها على نفس الحاله. برضو الفيلا دي احنا مستلمينها خرسانات ومتبلغين ان متخذ في الاعتبار ان يتعمل سلم في المنطقه دي. في الفيلا الاولانيه قلت لكم ان مفيش دلائل، رغم ان احنا متقال ان في تصميم للموضوع، ولكن مفيش دلائل خالص تدل ان التصميم معمول ان ينفع يتفتح سلم هنا. ليه ما اتفتحش قبل كده وهم بينفذوا؟ مش مشكلتنا دي، بيكون ليها اسباب تانية. خلينا نتكلم ان احنا بس عايزين نفتح السلم بشكل هندسي مظبوط، دي بتكون قصص تانية كده، يعني مش هي موضوع الفيديو خالص. طيب هل الكلام ده برضو مفيش دلائل هنا ان السلم ينفع يتفتح؟ لا، الحقيقه الوضع هنا مختلف خالص. اولا احنا عندنا كاميرات محاوطه السلم، لان الحديد ده مفصول عن الحديد ده، وده سهل وينفع يتعمل بسهوله، وحتى منسوب السقف من هنا باين ان ده مختلف عن ده. طيب فصلة الحديد ده عن الجزء ده مبدئيا يقول ان انا لو شلت الجزء ده من مكانه، الجزء ده انشائيا مش هيتضرر خالص. هتقولي بس الكاميرا المعموله صغيره. عايز اقول لك ان منطقي تكون صغيره. عارف ليه؟ لان لو جينا بصينا للجزء اللي هنا ده هنلاقي ان الاسبان بدايه من الكاميرا دي لحد الكاميرا دي 4 متر ونص، فنقدر بمنتهى السهوله نشيلهم على الكاميرتين دول، نشيل السقف ده على الكاميرتين دول. فالكاميرا دي منطقي ان هي ما تشيل احمال بشكل كبير. طيب نفس الكلام الناحيه الثانيه، لو خدتوا بالكم من السلم هنا هم رافعينه على اساس ان في ردم هيبقى في المكان ده. بما ان دي جت قدامي كده، يا ريت الناس اللي بتشتغل صناعيه ما يولعوش نار. يعني الكلام ده حاصل هنا جنب اعمده كتير جدا، جنب عناصر انشائيه. هتقولي دي خرسانه، هي بتتضرر، الحديد من جوه بيتضرر بدرجه الحراره بشكل كبير جدا. عشان كده المنشات اللي بتتعرض لحرايق لا قدر الله بتبقى احيانا بيتقال عليها ما ينفعش تتسكن تاني حتى لو المنشأ واقف، لان بيكون الحديد حصل له مشاكل بسبب الحراره. فعايز تعمل شاي اعمل، بس ابعد عنه. يعني هي الوضع احنا مستلمينه على كده، وما بحبش بصراحه اشوف الاماكن اللي متولع فيها جنب. هو دي بتومين، لكن دي اللي بس هي اللي معمول فيها نار. شكرا.